لما يكون نفسك في حاجه حلوه ومكسله تقومي تعملي وعايزه حاجه سهله وسريعه وكمان اقتصاديه، تعالى اقول لك تعملي ايه. هتجيبي طاسه وتحطي فيها بيضايه ونص كوبايه سكر ورشه فانيليا وهتقلبيهم كويس جدا مع بعض. كده هتحطي عليهم ربع كوبايه زيت، هتقلبيهم مع بعض وهتحطي عليها نص كوبايه ميه سخنه. ولو عندك حليب سخن هيبقى احلى واحلى، بس بصراحه انا ما كانش عندي حليب فحطيت ميه، ما الواحد لازم يتصرف، امال ايه. وبعدين حطيت عليه كوبايه دقيق ومعلقه كاكاو ونص معلقه بيكنج باودر وربع معلقه بيكنج صودا، وهتقلبيهم كويس جدا مع بعض لغايه ما الدقيق يختفي ويبقى قوامها بالشكل ده. هي العجينه بتبقى يعني ماسكه شويه، ما بتبقاش سايبه زي عجينه الكيكه العاديه. وهغطي عليها وهحطها على البوتاجاز. في الاول هكون معليه النار دقيقتين كده، وبعد كده ههدي عليها النار تماما. هتقعد على البوتاجاز تقريبا ربع ساعه. بعد كده تكشفي الغطا وتختبريها بعصايه خله، لو العصايه طلعت ناشفه ما فيهاش عجينه تبقى استوت. بعد كده هتزينيها بقى بصوص شوكولاته بنوتيلا باي حاجه متوفره عندك، أو ممكن كمان تجيبي 100 جرام شوكولاته خام وتحطي عليها 50 مللي حليب سخن وتقلبيهم مع بعض لغايه ما الشوكولاته تسيح، وتزيني الكيكه بيه. وهحط عليه شوكولاته سبرينكل، بجد بتبقى هشه وجميله جدا، وطعمها بقى بيبقى حلو جدا جدا. ما خدتش وقت معايا، وكمان مكوناتها اقتصاديه وهتكفي 10 افراد كمان. لازم تجربيها وقولي لي رايك في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا قلب واكسبلور، وباي باي.